اي براند عشان يكبر محتاج ان هو يخترق حواجز دايما بتواجهه. يعني ايكيا عشان يكبر فهو قدر ان هو يجمع كل البرودكتس اللي انت محتاجها في البيت في مكان واحد. ماكدونالدز علشان يكبر قدر ان هو يعمل فرع في كل شارع. ستاربكس عشان يكبر برضه قدر ان هو يعمل فرع في كل شارع. براند زي زارا عشان يكبر قدر ان هو يبيع طول السنه وما بقاش عنده لو سيزون وهاي سيزون. براند زي ليفايس قدر ان هو يبيع الجينز لكل الفئات باشكال مختلفه، وقدر ان هو يطلع برودكت تناسب كل الفئات. عشان تعمل جروث في اي حاجه في حياتك، وخصوصا لو البراند بتاعك او شركتك، فانت محتاج تخترق حاجز من الحواجز اللي دايما محطوطه. يا اما تخترق حاجز الكاستمرز والافراد وان انت تبدا تشتغل على فئات كتير، يا اما تخترق حاجز المكان وان انت تقدر تعمل فرع في كل مكان، او ان انت تبيع اونلاين وان انت تبيع لكل الاماكن، يا اما انت تخترق حاجز الزمان اللي هو انت قادر ان الاوبريشنز كلها شغاله 24 ساعة، فانت بيدخل لك كاش ال 24 ساعة، مش مرتبط ب9 ل 5 ومش مرتبط بوقت معين التيم شغال فيه او الدنيا شغالة فيه. فالجروث علشان تقدر ان انت تشوفه، عشان ان انت تقدر تكبر البيزنس، محتاج تلاقي الاسطمبة اللي انت تنجح بيها، سواء ان انت تكسر بيها الحاجز بتاع المكان او الحاجز بتاع الزمان او الحاجز بتاع الافراد. لو قدرت تلاقي الاسطمبة الخاصة بالجروث للبزنس بتاعك، هنا بس قدرت تنقل البزنس من مرحلة السمول بزنس لمرحلة الميديوم واللارج بزنس.